السلام يحتاج لقوة تحميه. قال بيقولك في التربية الحديثة ما تربيش العيال على العنف، وانا جاي اقول انا عندي عيال لكن ما تعملوش حسابي في التربية الحديثة. الدعاية لتربية جيل ضعيف بدون أظافر وبدون أنياب، وإننا لازم نربي العيال على إنهم يكونوا عندهم لين ويكونوا مسالمين، ده كلام فارغ ومغلوط أرفضه تماما ل5 أسباب. 1. لأن التربية الحديثة دي مستوردة من دول بتبلطج على العالم كله، بتبلطج سياسيا واقتصاديا وعسكريا وغيرها. 2. لازم نفهم إن مفيش ضعيف مسالم، ومفيش سلام بين قوي وضعيف. السلام لا ينشأ إلا في وجود طرفين أقوياء. لو طرف واحد قوي فده مش سلام، ده عفو بمزاج القوي وشروط، واستسلام وإذعان من الضعيف. 3. في فرق بين الهشاشة واللين. الهشاشة تعبر عن الضعف، أما اللين يعبر عن القوة. لو تلاحظ اللين ما بيتكسرش بسهولة، الهش هو اللي بيتكسر بسهولة. 4. تربية عيال ضعيفة في عالم متوحش هو بمثابة تقديمهم قرابين للمجتمع ده. لازم أظافر وأنياب وقدرة على استخدام اللسان والقانون والدراع إذا لزم الأمر. نديهم دروس القوة مع دروس الأخلاق طبعا، إنما دروس الأخلاق وحدها ما بتحميش ضعيف. 5. على مستوى التربية عواقب الضعف أعلى تكلفة بكتير من عواقب القوة. على الأقل القوي بيدفع 8 قراراته، أما الضعيف فهو ضحية دايما وبيدفع 8 قرارات الآخرين. الخلاصة دي مش دعوة للعنف، دي دعوة للقوة، لأن القوة هي اللي هتحقق السلام والعدل. ولازم تفتكر إن السلام يحتاج لقوة.